طول عمرنا بنقشر البرتقان بالطريقة التقليدية، وكمان لما بيجيلنا ضيف بنقدمه عادي جدا، لكن هقول لكم تقدموه ازاي يبقى شكله حلو. كمان لو عندك طفل ما بيعرفش ياكل البرتقان وهو متفصص لان بيكون سنه صغير، فهقولك تعملي ايه. بنجيب البرتقانه كده اول حاجه عشان نبتدي نقشرها، لازم البرتقان يا جماعه يتغسل، لان في ناس بتنسى الموضوع ده. بعد ما غسلنا البرتقانه وقطعنا القطعه اللي من فوق كده بدوران، ابتديت احدد بالسكينه البرتقانه من الجناب من غير ما انزل على لحم البرتقانه، يعني بنزل لغايه القشر وبس. وبعد كده بقشرها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، سهله جدا وبسيطه. وبالنسبه للتقديم، تقدمي بقى في طبق شكله حلو، ملكيش دعوه بالطبق اللي انا حاطه فيه دوت، لان انا كنت هعمله عصير. كمان استنوا الفيديو الجاي، هعمل لكم طريقه عصير حلوه قوي بالبرتقال، مفيده جدا للكبار والصغيرين، ملين ومفيد جدا لحاجات كتير في الجسم. بعد كده ببتدي ان انا بقطعه حلقات بالشكل ده، بيبقى سهل في الاكل وكمان شكله حلو قوي. استنوا طريقه العصير، واستنوا كمان كيكه البرتقال الروعه. رايحه فين؟ حطي لايك للفيديو.